السلام عليكم. في ناس كده بتحب قبل ما تشتغل تكون عارفة تكلفة الحاجة من البداية للنهاية. عن خامات النقاش النهاردة احنا هنتكلم ازاي تحسبها ببساطة من غير وجع دماغ كده ومن غير تعقيد خالص، واحدة واحدة مع بعض، بس انت طول بالك عليها شوية. أول حاجة انت محتاج تعرف انت الحوائط بتاعتك كام متر. لازم تعرف الشقة بتاعتك كام متر كويس. انا عامل لك فيديو على القناة عندي ازاي تقيس الشقة. طيب مش عايز تتفرج على الفيديو وبخلان علينا، هقول لك ازاي تحسبها باختصار برضو. سي مثلا أرضية الشقة عندك 100 متر، تضرب متوسط المية في 3 يطلع لك حوالي تقريبا حوالي 300 متر. يبقى انت وانت بتشتغل عرفت كده ان مثلا لو أرضية الشقة بتاعتك 100 متر، يبقى انت عندك الحوائط بتاعتك 300 متر كويس. حسبتنا النهارده بقى هتبقى على ال 100 متر، متوسط ال 100 متر. ال 100 متر، ال 100 متر في اول حاجه في الخامات النقاشه اللي هي السيلر. ال 100 متر تقريبا هياخدوا بستله سيلر، ويعني تكون كده مغطياها وبزياده كمان كويس. تاني حاجه المعجون. معروف كده ان كيلو المعجون بيفرد من 2 ل 3 متر مربع، ده على حسب خشنة الحيطة. المحارة نفسها، في محارة خشنة وفي محارة نوعا ما ناعمة، فطبعا دي ما بتسحبش معجون زي دي، وان كانت الخشنة نوعا ما احسن بالنسبة ليك المعجون بيكلبش فيها. لكن ده مش موضوعنا النهاردة اللي هتحسبها قد ايه الخامات. يبقى كيلو المعجون بيفرد من 2 ل 3 من 2 ل 3 متر كويس. لو انا عندي زي ما اتفقنا بنتكلم على ال 100 متر، يبقى 100 متر خلينا نخلي الحسبة على 2، على 2 متر الكيلو، يبقى 100 متر على 2 اصبح عندي 50 كيلو. 50 كيلو ده لايه؟ ده للسكينة الاولى كويس. يبقى ال 100 متر في السكينة الاولى هياخد 50 كيلو. طبعا كل ما تزيد في عدد السكاكين كل ما استهلاك المعجون بيقل. ال 50 دي في السكينة التانية بتبقى تقريبا 42 40، في السكينة الثالثة بتبقى 30، في الرابعة مثلا 25. يعني ال 100 متر توتال بيعملوا حوالي 150 متر معجون. 150 متر معجون دول شكارة المعجون عاملة حوالي 15 كيلو. يبقى 100 متر يبقى 150 على 15 أصبح عندنا 10 شكارة معجون. 10 شكارة معجون بقى، سواء سكيب أو دايتون أيا كان، أو حتى جوتن، أيا كان المعجون. يبقى أنا باخد هستهلك لل 100 متر، هستهلك انا حوالي 10 شكار معجون. يبقى متوسط المعجون بتاعنا برضو من 10 ل 12 شكارة معجون، ده لل 100 متر. انا بكلمك برضو في ال 100 متر. طبعا هتحتاج صنفرة مثلا. مثلا متوسط برضه هيصرف حوالي صنفرة 100 جنيه مثلا متوسط. عايز مثلا تيب، عايز كرتون في البداية أو مشمع. كل دي نسريات احنا مش هنقدر نحسبها عموما، لكن هنحط لها مثلا في متوسط للمتر مثلا حوالي، أو لل 100 متر حط لها مثلا حوالي 200 300 جنيه. تمام. يبقى احنا خلينا في الاساسيات احسن. يبقى المعجون اتفقنا ان الشقه تاخد من 10 ل 12 شكاره معجون، ده في ال 100 متر. مرحله البطاين بقى. مرحله البطانه او البلاستيك المطفي، استهلاك الحيطه. اللتر الواحد، لتر البلاستيك الواحد بيفرد من 7 ل 9 احيانا 10 متر. طبعا ده على حسب نوع المعجون. لو المعجون برضو اللي تحت كان ضعيف شوية او في تراب فبيمص، فخلينا نحسبها ان متوسط 7 متر. لتر المعجون هيفرد، لتر البلاستيك اسف هيفرد 7 متر. لو جينا نحسبها احنا قلنا يعني بيفرد حوالي 7 واحيانا 9، بس خلينا في السبعة. لو جبنا بقى ال 100 متر على السبعة هيطلع لنا تقريبا حوالي 14 متر. تمام. يعني في ال 100 متر انت احتياجك بيكون حوالي بستله ونص، متوسط بستله ونص كويس. يبقى احنا قلنا من 10 ل 12 معجون بستله سيلر، من 10 ل 12 معجون بستله ونص بلاستيك. تمام. بصوا في حاجات كتيره جدا في الاستهلاك هتظهر معاك. يعني لو عندك شروخ هتحتاج معجون شروخ، هتحتاج شاش، هتحتاج مركزات تلوين، هتحتاج حاجات كتير. بس انا بكلمك في الحاجات الاساسيات الكبيره. يعني احنا قلنا هنحط حوالي 300 جنيه مثلا حاجات فرعيات او نسريات، لكن بنتكلم دلوقتي في الحاجات الكبيره. تمام. يبقى احنا عرفنا استهلاكنا من المعجون، وعرفنا استهلاكنا من البلاستيك المطفي.
نقطة مهمة بقى، بلاستيك التشطيب يعني هتعرف ان الشقة تاخد بلاستيك تشطيب قد ايه. هو عموما عشان نقول لك والله الشقة تاخد بلاستيك تشطيب قد كده، دي صعبة شوية. اصلك ممكن تروح تجيب مثلا بلاستيك من جوتن او من جي ال سي، بلاستيك التشطيب بتاعهم، او تعمل بلاستيك يدوي تضرب على ايدك. فالفكره كلها ان البلاستيك عموما بيفرق في حاجات كتير، معدل الفرد، معدل التغطيه، في كذا بند بيفرق البلاستيك عن جودته عن بعضه. في مش فكره ان البلاستيك بيتغسل، البلاستيك التشطيب اللي في السوق كله بيتغسل، لكن احنا عايزين يعني في فرق ايه الفروقات اللي بينهم. فبتكون في الفرد ومعدل التغطيه ومش عارف مقاوم للقلويات وحاجات كده. المهم ان كلهم فردهم مش واحد. لكن في اجمالي في المتوسط ال 100 متر دول في المتوسط هياخد بستله تشطيب، بستله ال 100 متر هياخد حوالي بستله ونص تشطيب. ده يعني لو انت الحيطه ما استطرتش معاك واضطريت ان انت تعمله. فلو 300 متر، لو 300 متر هياخد، لو بلاستيك نظيف هياخد حوالي بستلتين. لو بلاستيك نظيف في 300 متر هاخد بستلتين. طيب نزلنا في الجوده شويه، يبقى جبنا بلاستيك الكواليتي بتاعته اقل، زود بستله على طول في ال 300، يبقى اللي كان هياخد اتنين هياخد 3 بستلات. يبقى احنا في المتوسط من 10 ل 12 شكاره معجون هناخد هناخد بستله ونص في المطفي، بكلمك في ال 100 متر، وهناخد بستله ونص في التشطيب. وطبعا ما ينفعش القياس انت تقول لي يعني هو البطانه زي التشطيب، ما هو البطانه انت بتشتغل على معجون وعلى تراب، فطبيعي ان البلاستيك بيمص شويه، الحيطه بتمص البلاستيك، فالفرد بيكون قليل حتى لو كان الكواليتي بتاعته عاليه. تمام. فطبيعي انه يحصل كده. لكن لو البلاستيك بنيجي في مرحله التشطيب انت بتكون خلاص جهزت وظبطت الحيط ومفيش التراب اللي انت شفته في بعد البطانه او قبل البطانه اسف، فطبيعي ان يكون معدل الفرد عادي يعني. تمام. ده بالنسبه للخامات للحوائط. طب الخشب بقى، بص باختصار عشان برضو ما نلفش دماغك ما تلفش معايا. متوسط سعر الباب الكويس دلوقتي بيبتدي من 2000 ل 2000 ونص، معاك ده خامات ومصنعيات، وممكن يوصل لابعد من كده كمان. بس خلينا في المتوسط، الباب هيصرف من 2000 ل 2500 جنيه. طيب هو بيفرق مثلا خامة عن خامة في المعدل؟ الفروقات بسيطة جدا، الفروقات فعلا بسيطة. الشركات تنافسية بينها وبين بعض. في مثلا بتلاقي كل شركة عندها كل حاجة، عندها البلاستيك الخارجي وعندها المعجون الخارجي وعندها المعجون الداخلي وعندها البلاستيك المطفي والبلاستيك التشطيب. كل شركة في السوق عندها الكلام ده وهم بينافسوا بعض. فلو هتقارن ده بدي هتلاقي الفروقات بسيطة بين الاثنين. طيب متوسط الأسعار كام؟ متوسط الأسعار بكلمك واحنا في 25، إن بسلة شجرة المعجون لحد دلوقتي عامله 100 من 170 175، ده المعجون الداخلي. تمام. المعجون الخارجي تقريبا من 280 لو انت محتاج في السكينه الاولى يعني. ممكن تسال بقى موان يعني، او تخش مثلا في حاجات اونلاين او مخازن اونلاين او شركات بتبيع اونلاين الحاجات دي كلها، فانت تقدر تعرف السعر. متوسط البلاستيك المطفي العادي ما بين 500 والكواليتي الاعلى شويه 1000 او مثلا 950، بس بقول لك في المتوسط. زي ما اتفقنا، عايز تعرف الشقه بتاعتك كم متر في الاول، اديني قلت لك متوسط استهلاكك قد ايه. متوسط بقى المصنعيات فانا عامل فيديو للقناه داخل في سنه، بس تقدر تقول ان متوسط الخامات في الوقت الحالي للفيديو ده يعني متوسط بيبتدي الشغل كويس من 70 جنيه في المتر. يعني ال 100 متر 100 في 70 ب 7000. وتقدر برضو بنفس الطريقة تحسب التكلفة بتاعتها. وبس خلاص كده أكون خلصت الفيديو النهاردة. طبعا لو وصلت معاه للمرحلة دي وللنقطة دي فأنا شاكر جدا والله. و تنساناش بقى من لايك أو كومنت لطيف كده منك. بس سلام.